أهلا بكم في حلقة جديدة وتوقعات جاية للحلقة 12 لمسلسل السبع. وزي ما شفنا الحلقة 11 اللي انتهت على راجل السبع اللي موجود وبيمسك سلسلة فراز وبيرفعها لفوق على ضي القمر علشان يشوف دي دهب ولا ايه، وبيعرف على طول ان دي السلسلة اللي كان لابسها فراز. لكن طبعا مفيش اي حاجة في ايده. السبع بيقوم على طول من عند ام الفضل علشان يمشي من عندها. تكون منطورة سمعت كل الحديث اللي بيدور بينه وبين أم الفضل، وبيمشي على طول السبع اللي بيبص لها وبيقول لها: انا كنت فاكر ان انت صادقه معايا، وكنت فاكر ان انت هترجعي لاهلك زي ما قلتي. بس الظاهر كده ان كل حاجه كدبه. منطوره بتبص للسبع لكن ما بتتكلمش ابدا، وبتعرف ان ورا السبع ده قصه كبيره، وخصوصا ان هي سمعت اسمه وعرفت ان هو اسمه جابر. بس يا ترى هتعمل ايه منطوره؟ ده اللي هتعرفوه معانا في الاحداث اللي جايه. تابعوا الفيديو باشتراك في القناه ولايك للفيديو. مطيعة بتتكلم مع فريال وبتقول لها إن النهاردة هتجهز حاجتها، لكن مطيعة في حيرة. يا ترى تبلغ سوريا خانم ولا تعمل إيه؟ بس هي عايزة تخلص من فريال بالمرة زي ما اتفقت مع أمها بالظبط. وهنا بتدخل على فريال اللي بتقول لها: اسمعي، النهاردة بالليل أنا هروق لك الجو كله. وبتقول لها: إزاي؟ وبتقول لها: أنا راقب لك الأمور كلها، بس طبعا أنا ما أعرفش حاجة لأن أنت كده هتوقعيني مع ستي، وقبل الفجر كده تقدري تخرجي وانا هسيب الباب مفتوح. بس المهم ان فضل يكون مستنيكي في مكان قريب علشان ما فيش اي حد يقدر ان هو يمسككم. وفريال بتشكر مطيعة اللي بتقول لها: اوعي لو حد سألك عني تقولي لها انا فين. لكن مطيعة بتقول لها: انا مش شايلة هم شيء غير خطوبة اخوكي رزق اللي هتكون بكرة. لكن فريال بتقول لها: انت شايفة الامور كلها، وانا لو قعدت هنا انا خايفة ان هم يتجوزوني لسعيد رغما عني. سعيد موجود في المكتب بتاعه وبيتكلم مع زكريا اللي بيقول له ايه الاخبار. وزكريا بيقول له: انا شفت عزام طلع من الحارة ودخل بيت بعيد، وسألت عن البيت ده، بس البيت ده طلع له واحدة كان في بينها وبين عزيز خلاف كبير، وجوزها كمان مات بسبب ابنها. اللي بيقول له: ازاي؟ وبيقول له: سيدي زي ما سمعت بالظبط، انا جيت بلغتك. لكن الضابط سعيد بيقول له: هي دي الحلقة اللي لازم نمسك فيها وتعرف لي كل التفاصيل عن الست دي، وايه علاقتها بعزام وبيروح لها امتى، وكل شخص بيتردد على البيت ده. مهمتك في السر ومفيش اي حد يعرف عنك اي شيء. اللي بيقول له: تمام. الضابط سعيد بيبعت لعزام اللي بيقول له: احنا عرفنا ان الحادث اللي حصل ده كان مدبر لان الطاحونة اتكسر الباب بتاعها. لكن عزام بيقول له: سيدي احنا ما نقدرش نتهم اي حد. وبيقول له: ازاي؟ وبيقول له: لان طبعا ما نعرفش مين اللي عمل كده، وخاف نظلم اي حد. بس على العموم اللي عمل كده انا واثق فيك ان انت اكيد هتوصل له في يوم من الايام. والضابط سعيد بيقول له: ده اخر كلام عندك؟ وعزام بيقول له: ايوه. وبيقول له: امبارح انت لما مشيت من هنا رحت فين؟ وبيقول له: انا روحت عند امي. وبيقول له: امك؟ وبيقول له: ايوه. لكن هنا الضابط سعيد بيبدأ يشك في كلام زكريا، يا ترى هي امه فعلا ولا دي ست غريبة. ولما بينادي على زكريا بيقول له: عايزك تيجي السيلي وتعرف لي الست دي علاقتها ايه بعزام. اللي بيقول له: تمام. اللي طالبه يحصل على طول. السبع بيروح عند جواد وبيقول له: عايزك تجهز الرجالة كلهم علشان نحمل البضاعة ونسلمها النهاردة، بس زي ما اتفقت معاك. وبيقول له: تمام. وفعلا بينادي على الشباب كلهم علشان يجهزوا الأسلحة بتاعتهم ويستعدوا ان هم يسلموا الشحنة لعزيز. عزيز اللي بيصحى من النوم الصبح وبينادي على سوريا علشان يجهزوا ويروحوا يحضروا خطوبة الرزق ابنه. وهنا سوريا بتنادي على مطيعة اللي بتقول لها: شوفي فريال فين، لسه ما خرجتش لحد دلوقتي علشان تفطر معانا. لكن مطيعة بتقول لها: ستي حاضر. وبتدخل الغرفة وبتطلع تصرخ على طول. اللي بتقول لها: الحقيني. وبتقول لها: في ايه؟ وبتقول لها ان ستي فريال مش موجودة في غرفتها. اللي بتقول لها: ازاي الكلام ده؟ وبتقول لها: ستي تعالي شوفي بنفسك. وبتطلع سوريا تجري هي وابو رزق وبيدخلوا الغرفة وبيلاقوا ان المصوغات بتاعتها والمصاري بتاعتها وهدومها كمان مش موجودة. وهنا بتعرف على طول ان بنتها هربت. وبتمسك مطيعة اللي بتقول لها: تعالي هنا،
ايه اللي حصل؟ انا هقطع رقبتك. لكن مطيعة بتقول لها ستي انا طول الليل نايمة في غرفتي وما سمعتش اي شيء. وسوريا بتقول لها مش على اساس ان الفضل ده كان هيمشي من الحارة وهيفكوا من القصة دي. لكن مطيعة بتقول لها يبقى ده شخص نمرود وضحك علينا، خد مننا الذهبات وخد كمان ستي في ريال وهربت. وهنا عزيز بيقول لها دلوقتي هنعمل ايه في الفضيحة دي؟ لكن مطيعة بتقول له سيدي ما حدش يعرف اي حاجة عن الامر ده، تقدروا تكتموا عليه وتخلصوا الخطوبة الخاصة برزق افندي بدون ما اي حد يعرف. عزيز بيبص لسرية وبيقول لها مش هينفع نخلف الميعاد ده مع المتصرف، بس المصيبة الكبيرة لو سألنا عليها يا ترى هنقول له ايه؟ انت عارفة ان ابنه سعيد حاطط راسه في كل شيء، وهيفضل ينكش على الموضوع ده لحد ما يجيب قراره. وخصوصا اننا لو خبيناها النهاردة مش هنقدر اننا نخبيها بكرة وبعده. يعني كده الامر ده هيتكشف. السبع بيطلع ورا الحمولة هو وجواد وابو نوف علشان يسلموها لرجالة عزيز. وبعد ما بيستلموا الشحنة وبياخد منهم السبع المصاري اللازمة تمن الحصة بتاعته وبتكون الربع، بيشاور لجواد على طول. وهنا ابو نوف بيعرف ان في حاجة بين السبع وبين رفيقه اللي بيقول له ايه، وبيقول له تعالى ما تقلقش انا مكلفه بشغلة. وبيبدأ يراقب الشحنة دي لحد ما بيلاقيها وصلت عند بيت المتصرف في المخزن بتاعه اللي عليه حرس كبير. جواد بيمشي على طول بدون ما حد ياخد باله وبيرجع على طول على السبع. السبع بيقوم وبيقول له عملت ايه، وبيقول له عرفت الشحنة دي راحت فين. وبيقول له فين، وبيقول له مخزن يخص الدولة، لأن المخزن ده عليه حرس كتير وكلهم من العسكر. عزام بيتكلم مع ابو الهدى اللي بيقول له عايزين نبدأ شغل من جديد، وبيقول له ازاي بعد الخسائر اللي حصلت لنا دي. لكن عزام بيقول له احنا لسه بادئين وطبعا هيكون لينا اعداء كبير، بس المهم اننا ما نيأس ونكمل شغلنا عادي جدا وكأن مفيش اي حاجة حصلت. بس المهم ان الفترة اللي جاية ندير بالنا على المطحنة كويس جدا وتخلي ابو عبده ياخد باله منهم. عزيز بيبعت للشمالي علشان يجي له اللي بيسأله ابنك فين، وبيقول له ما اعرفش. وبيقول له ازاي يعني انا فديتك من العسكر وطلبت منهم ان هم يخرجوك، ودي جزاتي بترد لي الجميل ابنك يضحك على فريال بنتي وياخدها ويهرب. والشمالي بيقول له انا ما اعرفش. لكن عزيز بيقول له ازاي ما تعرفش؟ فريال لازم ترجع وفي اسرع وقت، والا مش هيحصل لك طيب، لا انت ولا حليمة مراتك ولا ابنك الفضل. الشمالي بيمشي وهو متضايق جدا وبيروح لحليمة وبيقول لها ابنك فين؟ ابنك حطنا في مصيبة كبيرة. اللي بتقول له ازاي؟ وبيقول لها ابنك خد في ريال وهرب. وبتقول له معقول؟ وبيقول لها ايوه، ابو الرزق لسه طالب مني ان بنته ترجع على البيت وفي اسرع وقت. يا ترى هنعمل ايه دلوقتي؟ تابعوا معنا الاحداث اللي جايه باشتراك في القناه ولايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.